السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي في الله؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معاكم فيديو جديد من قناتي قناة دين ريان. قبل ما نبتدي الفيديو اشتركوا في القناة عشان تصوروا تكبر بيكم. يلا بينا بقى. النهارده عزومة من عزومات رمضان. بجد رمضان بيبقى اللمة والفرحة وصلاة التراويح وصلاة التهجد وصلوات جميلة وقراءة القرآن الكريم. بص كل حاجة بموت فيها والله في رمضان. اللهم بلغنا رمضان القادم لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين يا رب. اول حاجه كده دي عزومه بابا، ربنا يديه الصحه يا رب وطولة العمر ودايما مجمعنا حواليه ودايما منور لمتنا، اللهم امين يا رب. النهارده بقى اقول لكم افكار كتيره جدا 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 تنفعكم في العزومات، وبجد هتفرق معاكم جدا زي ما قلت لكم قبل كده في باقي العزومات. افكار كده هتفيدكم ان شاء الله في العزومات عامه بقى في رمضان او غير رمضان، بس عامه عشان في رمضان بيبقى العزومات اكتر. فان شاء الله تستفادوا من الفيديو حتى لو 1%. بس قبل ما تبتدي الفيديو اللايك بتاعك عشان تحفزيني، والكومنت عشان بجد بتشجع جدا بيه. اول حاجه كده اللهم بارك، قبل العزومه بيوم كنا محضرين بقى النوع اللحوم اللي احنا نعمله. كنا نعمل بانيه، وطبعا البانيه تتبيلته ما بتتعمل قبلها بيوم بتفرق جدا جدا في الطعم. فبصراحه حبيت ان انا اتبل البانيه كده قبلها بيوم قبل ما انام، يعني دوبك اتسحرنا ونمنا بقى قلت اعمله قبل ما انام. بجد جميل جدا جدا. عملت بقى ايه؟ جبت بصلايه كده قطعتها بصلايه كبيره على حسب الكميه اللي تعمليها. اللهم بارك كنا عاملين 2 كيلو، فحبيت ان انا ازود البصل لان التتبيله كانت تحفه. كانت مخليه البانيه في حته تانية خالص. عباره عن ايه تتبيله؟ كنت حاطه بصلايه كبيره كده او بصلتين وسط، وعليها قطيتين برضو وسط، وعلى جزريه كبيره. بصوا ودت البانيه في حتة تانية خالص. طبعا مع التوابل بتاعتك حطيت ملح وفلفل اسمر وكمون وكزبرة. عندك 7 بهارات تمام قوي، وممكن تحطي مرقة دجاج بتديها طعم برضو جميل، ومعلقتين من الخل كبار وقدهم مية عشان بس الخلاط يتحرك، عشان ما يبقاش غلط على الخلاط. انا عايزاهم يبقوا مضروبين كده ويبقوا جوسي، مش حابة ان هم يبقوا مفرومين او زي مبشورين. لا انا عايزاهم مضروبين كده زي ما انتم شايفين. بصوا القوام بتاعهم. وبعد كده بضرب بيضتين كده عشان طبعا الكمية، لو كمية أقل حط بيضة واحدة. التتبيلة دي هتتبقى معاكي وتشيليها للمرة اللي بعدها. بجد بتنفع جدا جدا. التتبيلة بتبقى كتير وتبقى البانيه شارب منها حلو قوي. طبعا البانيه غسلته كويس جدا وبدأت ان انا اسيبه يتصفى خالص، وبعد كده استعمله عشان المية بتاعته دي هتخلي ليه زفارة. فانا مصفيه من المية خالص زي ما انتم شايفين وهو ناشف خالص كده. وهبدأ بقى اقلب التتبيلة بتاعتي مع البانيه عشان يبقى شارب منها كويس جدا، وفي نفس الوقت يكون واخد من الطعم بتاعها. هغطيه بقى بستريتش رول او باي غطا كده لو انتي عاملاه في علبة. انا عامة عندي ببقى عاملاه في علبة وبغطيه، يعني علبة لا غطا. اللهم صل على سيدنا محمد. فحطيتها كده بالاسترتش رول وسبتها في التلاجة. الكلام ده من بالليل. تاني يوم بقى بدأت كده ان احنا نعمل، كنا عاملين طبيخ كفتة رز. طبعا ماما يعني عندنا ماما بتحطها كده مش بتحطها مقلية. تمام كده، وصبعناها وحمرناها وهتشوفوا شكلها في الاخر عامل ازاي. بصراحة مش انا اللي كنت عاملة الكفتة، والجلاش برضو اختي اللي كانت عاملاه. بجد كان طعمه حلو جدا. عاملاه بطريقة جديدة بصراحة، وقلت لها لا انا لازم اعرضه بقى في القناة واقول لهم بقى ايه الطريقة الجديدة بتاعتك دي. عاملاه من غير بيض خالص، وده الجديد. يعني انا عملته قبل كده من غير سمنة خالص ولا اي مادة دهنية. كان تحفة جدا. فبصراحة اول مرة اشوفه بيتعمل من غير بيض. قلت لها لا لازم اشوف الموال الجديد دوت إيه الدنيا. كان طعمه تحفه جدا. الف انا شايفه اللي كل اللي كله بصراحه عجبه. هي بتحط كده عادي الرقات، وكانت حاطه سمنه على زيت، وبدات تحط ما بين الرق والتاني سمنه وزيت كده. وبعد كده جت في النص بقى حطت اللحمه المفرومه اللي احنا معصجينها. عملتها معاكم كتير، ما حبيتش ان انا يعني اصورها معاكم تاني. اللهم صل على سيدنا محمد. وبدات تقطع كده التقطعات العاديه خالص. وبعد كده الخليط بتاعها كان عباره عن لبن وشوية بيكنج باودر بس. ولا حطت بيض ولا حطت ملح ولا حطت اي حاجة. قلت لها ليه؟ قالت لي عشان اللحمة المعصجة بيبقى فيها تتبيلتها، فكده كده الطعم بتاع اللحمة بيبقى في الجلاش، فليه نحدقه؟ بصوا عبارة عن لبن، وحطت عليه كيس يعني رشة من البيكنج باودر او كيك شيف. عايزه اقول لكم كان تحفه. هو كان طعمه حلو وفي نفس الوقت مفهوش زفاره بتاعه البيض. حتى لو حطينا فلفل اسمر بيبقى فيه يعني برضو بيض، يعني البيض بيبقى طعمه باين. كان طعمه حلو قوي، كان خفيف جدا. الف انا وشوف اللي كل. اللي ورق العنب طبعا كنا مجهزينه من بالليل. طبعا خلي بالك ان في العزومات لو تعملي كذا صنف لازم تجهزي على الاقل يعني صنف او اتنين من بالليل، عشان ما تجيش تاني يوم تكوني متكربسه. وبالذات في الصيام وكده بيبقى الواحد ايه مدوش شويتين. تمام كده. ده بالنسبه برضو افكار للعزومات.
إن أنتِ برضه ما تخلّيش كل حاجة في نفس يوم العزومة، لأ خلّي حاجات يوم العزومة وحاجات قبلها بيوم تبدئي تحضّريها من ضمن التحضيرات بتاعتِك. هنا بقى دي الكفتة، هنا المفروض الفيديو ده المقطع ده مسابق دوّة، فعادي خالص يعني باوريكم الكفتة طلعناها عشان تفُك. ده بقى الخُشاف عايزة أقول لكم كان جميل جدًا، عبارة عن زبيب، قراصية، حطينا التين وحطينا المشمش وحطينا لفة قمر الدين، عايزة أقول لكم كان جميل جدًا، أنا باموت في الخُشاف أصلًا وباحب أفطر عليه يوميًا، يعني بُصّوا يعني حطّوا لي في الخُشاف ده وسيبوني بجد باحبه جدًا. ماما قطعت ده كله وهتروح تشطفه بقى وتبدأ تحط عليه مية، الكلام ده كان الصبح أول ما صحينا، فعشان ياخد ويدي كده في الطعم والقمر الدين يبدأ يسيح مع المية يعني. وهتبدأ بقى تحليه قبل ما نفطر على طول، لأن هي دلوقتي مش حاطه له السكر، هي تحط له السكر قبل ما نفطر على طول وبس كده. وبنزود المية بقى عن كده لأن احنا بنحب المية الخشاف جدا، وطبعا المكونات اللي جواها دي بتبقى غنية جدا ومخليه المية بقى ايه طعمها حلو اوي. وكنا عاملين برضو عصير مانجا بس انا ما جبتوش معاكم الصراحه لان انا عملته في الاخر لان كانت المانجا متلجه وجمدت صوابعي. فالمهم عملنا عصير المانجا وعملنا خشاف بس ما حبيناش نزود عصاير لان طبعا كان فيه بيبسي وكده، فالموضوع كان كان صعب جدا، الواحد كان مكانش قادر يتحرك. فاللهم لك الحمد يعني. ورق عنب بقى بدأنا نسوي وعملنا شوية عصفور كده، لسان عصفور. الشورب بتبقى جميلة جدا جدا في العزومات عامة، في الصيام بتبقى حلوة. لازم تحطي كده طبق أي نوع شوربة قدام اللي قاعد بجد تفرق، لأن طبعا في الصيام لازم حاجة شوربة في الموضوع. وشوربة وملوخية. والمخلل ده جبار جدا حراق قوي، كانوا مشترينه من بره. وليمون مخلل برضو، عايزه اقول لكم كان جبار، كان حراق جدا. بصوا الكفته بعد ما استوت بقى بصراحه مش انا اللي كنت عاملاها، برضو كانت اختي اللي عاملاها، دي هي بتحب تعملها بالثوم. يعني صفت لها تومه كده وبدات تحط الصلصه، وبعد الصلصه حطت الكفته بعد ما اتقلت. وده كده لسان عصفور بتاعنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما قلت لكم كده ان في حاجات لازم تتجهز قبلها بيوم. هتعصجي لحمه عشان تعملي مثلا صينيه مكرونه بشاميل او تعملي جلاش، تكوني مجهزه اللحمه مفرومه قبلها بيوم. هتعملي كفته زي كده ممكن تحمريها قبلها بيوم وتاني يوم تجهزيها على طول. او ملوخيه تبقي مجهزاها قبلها بيوم وتاني يوم تعمليها على طول. فالتحضيرات دي بتفرق جامد جدا جدا في ان انت طبعا ما تكونيش متكربسه يوم العزومه، بتبقى الموضوع ايه يعني في راحه. تمام كده. وعملنا رز بالشعرية وجلاش وكفتة وملوخية ورز. وورق عنب ده كان في حتة تانية خالص. طبعا ورق عنب أي محاشي لازم تكوني مجهزاه قبلها بيوم، لأن بجد تفرق معاكي جدا في اليوم. متبقيش ايه بقى طول اليوم عمالة بتحشي وعمالة تسوي وعمالة تغرفي، لا الموضوع بيبقى صعب كده. بالنسبة للعصاير وكده بالنسبة للمحشي وباقي الأكل، بجد كان يفتح النفس. اللهم بارك يعني. كان في سلطة كول سلو بس برضو ما يعني ما سجلتش الفيديو معاكم. فان شاء الله بعملها لكم في فيديو تاني باذن الله لوحده كده، في حلقة بقى فيها كنتاكي وفراخ والكلام ده ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله السفرة غنية بكل حاجة يعني. مش لازم تكون كلها لحوم، مش لازم تكون كلها حاجة معينة، لا التشكيلة بتبقى حلوة. ممكن تكون حاجات مش راكبة على حاجات بس بتكون التشكيلة جنب بعض بتبقى حلوة جدا جدا. تعملي أكتر من صنف، ممكن واحد يكون ما بيحبش صنف معين فياكل صنف تاني، فلما تكون الصنف واحد بس فممكن يكون شخص من الموجود مش بيحب الصنف ده فيبقى قاعد، الموضوع هيكون محرج شوية. تمام كده. فلما يكون كذا نوع كده، انا مثلا ما بحبش المحشي فقدامي جلاش، ما بحبش الجلاش قدامي رز وكفته قدامي ملوخيه، فاهمين قصدي؟ فيبقى في بديل عشان برضو اللي قاعد يكون قدامه حاجه متنوعه، وفي نفس الوقت مش بنعمل بكميه، لا انت اعملي برضو في الحدود، حدود ميزانيتك حدود مصروف بيتك، المهم ان انت تكوني برضو عامله تشكيله حلوه. وفي نفس الوقت انت ايه يعني كل اللي قاعد حابب الاكل، اذا كان حاجه واحده من اللي موجود كله، بس المهم ان يكون ايه حاجه، حتى لو حاجه واحده بس ايه متاحه او موجوده للي بيحبها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دي كنافه ساده وفي كنافه بالمهلبيه. دي بصراحه الضيوف اللي كانوا جايبينها فقلنا بقى نقطع لهم منها كده. بصراحه بقى الواحد بعد ما اكل كانش قادر ياخد نفسه ولا حتى ياكل حاجه حلوه ولا اي حاجه، هو فنجان قهوه الحمد لله قوي على كده. بس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم والافكار استفدتوا منها حتى لو 1%. بس مش اهم حاجه لايك والاشتراك في القناه. بحبكم أوي في الله، وكل سنه وانتم طيبين. سلام عليكم.